تعرفت بيها وهي مطلقة وعندها ابن، لكن انا رفضت وبشدة ان انا ارتبط بيها. السبب كان غريب جدا، بس لازم ان انتوا تعرفوا الحكاية، لان الموضوع ده ممكن ان هو يتكرر مع اي واحد فيكم بيفكر ان هو يتجوز. اتعرفت بيها عن طريق الشغل، وعرفت عن طريق شغلي ان انا ليا امكانيات مادية عالية. ابتدت ان هي تجيلي وتهتم بيا كتير جدا، وبطريقة واضحة ان هي مهتمة بيا في كل التصرفات والكلام. ولما عرفت ان انا مش مرتبط كان اهتمامها زايد اكتر، وابتدت تطلب ان احنا نتقابل عشان نتعرف على بعض. وحكت لي ظروفها، ان هي ظروفها المادية صعبة شوية، وان هي عارفة ان ظروفي المادية كويسة، وده السبب الاساسي اللي خلاها تفكر ان هي تقرب مني. وقالتها لي كده صراحة، قالت لي انا عايزة أأمن مستقبلي وعايزة أعيش مبسوطة. كفاية الفترة اللي فاتت اللي أنا عشتها في عمري وأنا تعبانة ومتبهدلة، وعندي ابني عايزة أربيه. قلت لها مفيش مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة خالص إن أنت تكوني منفصلة، وما عنديش مشكلة أكتر إن يكون معاكي ابن. المهم أنت تصرفك إيه وأخلاقك إيه وطريقتك إيه. وبالفعل كنا بنتقابل، وكان دايما بيبقى معاها ابنها، وناكل ونشرب ونقضي اليوم كله مع بعض. وكانت بتتعامل معايا بمنتهى الحنية والاحترام، وكنت مبسوط بيها جدا. لغاية ما قلت لها خلاص انا قررت ان انا اجي البيت واتقدم لك. انت عايشة مع مين؟ قالت لي انا عايشة مع ماما، هي ست كبيرة لكن ست طيبة وكويسة ومش هتعترض. تعالى قابلها، وفي نفس الوقت نتفق على الاجراءات وهنعمل ايه وهنقضي شهر العسل فين انا وانت وابني. قلت لها خلاص مفيش مشكلة، يلا بينا. وطلعنا على البيت. لما دخلت البيت لقيت مفاجأة ما كنتش متوقعها. هي قالت لي انا عايشة مع والدتي، هي فعلا ما كدبتش، لكن والدتها لما دخلت لقيت ست كبيرة مسنة مريضة بتتحرك بالعافية، بتقدر تمشي بالعافية، بتسمع بالعافية، بتتكلم بالعافية. لقيتها قاعدة لوحدها ومستكينة، وقاعدة في هدوء خالص ومستسلمة للواقع اللي هي عايشة فيه. ابتديت اتعرف عليها، وكنت شايف فيها شكل والدتي، فابتديت اكلمها واتقرب منها، وقلت لها لو سمحتي سيبيني انا وماما لوحدنا. كانت رافضة ان هي تسيبنا لوحدنا، لكن انا اصريت ان انا اقعد معاها عشان اتكلم مع امها اللي هي هتبقى زي امي لوحدنا، عشان افهم حاجات معينة. قلت لها انت بتقضي اليوم ازاي وانت قاعدة لوحدك؟ بنتك ما بتبقاش قاعدة جنبك ليه؟ قالت لي بنتي انا بحبها، ما اقدرش اقف في طريق مستقبلها، ما اقدرش اقف في طريق جوازها، ما اقدرش ابقى مضايقاها. كفايه ان هي شايلاني ومستحملاني ومستحمله مرضي وظروفي، مش هبقى عليها انا والزمن. بتمشي وبتسيب جنبي اللقمه اقعد اكل فيها وانا مش قادر اتحرك، واستنى لما تيجي اخر النهار عشان تراعيني وتعمل لي حاجتي الضروريه. استغربت، قلت لها يعني هي طول النهار لا هي ولا ابنها بيبقوا قاعدين معاكي، محدش بيخدمك، محدش بيجي يعمل لك حاجه، هي
ازاي ان هي تقبل كده؟ وهنا ناديتها قلت لها تعالي اقعدي بقى معانا. جت وقعدت معانا وسألتها انت بتعملي كده مع امك؟ قالت لي ما تشغلش بالك بامي خالص، احنا هنتجوز انا وانت وابني هيبقى قاعد معانا وعايشين كلنا في البيت، وما تقلقش انا مش هسيبك، انا قاعده معاك في البيت وهراعيك واعمل لك كل حاجه، وامي هحط جنبها الاكل والشرب وهبقى اجي ابص عليها مره اخر النهار او كل يومين هاجي لها مره، لكن انت عندي الاهم، انت اهم حاجه في حياتي، ما تقلقش انا هسيبها وهبقى اجي ابص عليها بس انت عندي المهم. رجعت تاني كررتها قلت لها انت بتعملي كده مع امك؟ كررت نفس الكلام وانا كررت نفس الكلام، كررتها عليها 3 مرات. قلت لها امك امك امك، وهي ردت قالت لي ما تقلقش انت انت انت. قلت لها الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه واحد سأله قال له امك ثم امك ثم امك، قالها له 3 مرات وانا كررتها عليكي 3 مرات علشان اكد عليكي يمكن ترجعي في الكلام اللي انت بتقوليه، ويمكن تفوقي لنفسك وتفكري كويس قبل ما تردي عليا، وانت مصرة ان انت حطاني في مقام ومنزلة اكبر من امك، لكن انت مش حطاني انا، انت حاطه ابنك في الاول، والانسان اللي بتدوري عليه اللي هو هيأمن مستقبلك المادي. مش بتفكري فيا ولا بتفكري في امك، انت بتفكري في نفسك وفي ابنك وبس. انا كنت دايما بشوفك في صورة ملاك، وانا نايم ببقى بحلم بيكي في صورة ملاك جايلي في الحلم، ببقى مبسوط قوي لما كنت بفتكر شكلك، لما كنت بشوفك كنت ببقى سعيد. دلوقتي لما هفكر فيكي وهاجي اشوفك انا شايفك في صورة شيطانة مش ملاك ولا انسانة، لان مفيش انسانة ممكن ان هي تعمل كده مع امها، ان هي تسيبها وتهملها بالطريقة دي وتقولي لي هنسافر وشهر عسل واسبوع واسبوعين بره وهي نايمة لوحدها، ممكن نرجع نلاقي ربنا توفاها. كل ده مش في دماغك، اللي في دماغك حاجة واحدة، أأمن مستقبلي، أعيش، أتجوز، أنا ابني، نفسي ثم نفسي ثم نفسي. رجعت وقلت لها اللي تعمل كده في امها، اللي تعمل كده في امها يبقى قلبها ميت، يبقى ملهاش قلب اصلا. واللي هتعمل كده مع امها هتعملي معايا انا ايه؟ لو انا تعبت او حصل لي حاجة او اي مشكلة حصلت ممكن تتصرفي معايا ازاي اذا كان قلبك على امك حجر؟ قلبك على امك حجر. الرسالة دي جات لي من واحد من المتابعين، ودي القصة اللي حصلت معاه، وبعت قال لي ان انا احكيها عشان الناس لما تيجوا تدوروا اوعى تبص الواحدة عشان جمالها من بره، لما تبص بص الواحدة عشان جمال قلبها مش عشان جمال شكلها. في فرق كبير قوي بين الاتنين، جمال القلب وجمال الشكل. خلي بالك لو اخترت كويس هتعيش كويس،
ما تنساش ان انت في التعليقات تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل شير ولايك وكومنت، واكتبوا لي رأيكم في الإنسانة دي وفي القصة اللي حصلت، وكلمة نوجهها لصاحب الموضوع. أشوفكم يا رب بكل خير.